السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة يوميات أسماء عدلي. أسماء النهاردة جاية لكم بصينية سردين، بقى ايه عظمة على عظمة بجد، صينية سردين تحفة في منتهى الجمال. عايزين تعرفوا بقى المقادير والخطوات خطوة بخطوة؟ خليكم معايا بعد الفاصل هتشوفوا أحلى صينية سردين، ولو جربتوها بجد طعمها أحلى بصوا من أي صينية سردين عملتها قبل كده. طبعا دي تكات أسماء عدلي لأني أسماء اسكندرانية. يلا بعد الفاصل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يلا بينا بقى يا حبايب نعمل احلى صينيه سردين بجد تحفه. بصوا بقى، طبعا السردين لما بتجيبيه تجيبي السردينيه كده ماسكه نفسها وبطنها مش مفتوحه، لازم تبقي ماسكه السردينيه في ايدك كده ناشفه، ما تبقاش طريه ولا بطنها مفتوحه. طبعا هنا تلاقي احلى سردينه عندنا في اسكندريه. بصوا شكل السردينيه، انا عايزه اوريكم برضو كام واحده كده عشان تشوفوها قد ايه جميله وقد ايه شكلها حلو، وهوريكم برضو هنعمل السردين ازاي مع بعض خطوه بخطوه. طبعا دي مكوناتي اللي انتوا شايفينها. عندي هنا الطماطم دي مقطعاها حلقات، بس قبل ما انسى لازم السردين يتغسل كويس جدا ويتساب يتصفى في المصفى لحد ما ميته تنزل. وهنا بقولك هنا في طماطم متقطعه حلقات، وعندي هنا مقطعه توم برضو حلقات، وفي ليمون برضو مقطعاه، والليمون ده للعصر هعصره بقى ايه على وش السردين كده قبل ما يدخل الفرن. تمام كده. وهنا مقطعه الفلفل دوت ده بارد وفي حامي بسيط جدا. والتكه بتاعت اسماء بقى اللي محدش بيعملها اصلا في السردين، البصل اللي تحت خالص، برص بصل كده في الصينيه من تحت وابتدي ارص الحاجه بتاعتي فوقيها. بتدي طعم حلو قوي قوي. وانا عايزه اقول لكم انا بحب اغمس ايه الحاجات اللي حوالين بيني وبينكم، يعني الحاجات اللي حوالين السردين دي بتبقى حلوه قوي. جربي حطي بصل كده تحت بجد في منتهى الجمال. والتوابل بتاعتي ما فيش الا كمون بس وملح، ما بحطش حاجه اكتر من كده. اهو زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى نعمل ايه، نحط المكونات دي كلها على بعض، وبعمل بطريقه سهله مش بطريقه صعبه خالص. انا جبت هنا البوله دي، حطيت الطماطم فيها، هحط مكوناتي يعني كلها على بعض بحيث ان انا ايه كله يبقى يعني ممتزج كده مع بعضه، او الطعم كله داخل في بعضه ويتحط بالطريقه دي، مش لازم يترص يعني واحده واحده. انا حطيت الطماطم، حطيت الفلفل، هحط الثوم. ماشي. هسيب طبعا الليمون ده دلوقتي. احط الكمون والملح، بتحطي الملح طبعا حسب الرغبه، انا حطيت الملح بتاعي كان مظبوط جدا. ماشي. وهبتدي طبعا اقلب كل ده في بعضه. البصل سبته ليه؟ عشان احطه تحت كده في قعر الصينيه، والليمون برضو عشان العصر على الوش، والتاني اللي متقطع يتحط كده برضو يترص على وش الصينيه. كده انا خلصت خليت بقى ايه كل حاجه الطعم كله ايه واحد، كله يشرب من بعضه. هنا رصيت البصل اهو زي ما انتم شايفين، وهبتدي طبعا ايه احط جزء من الخلطه تحت عشان كل دي ميه بتنزل بقى كده ايه. انت بتحطيش ميه مع السردين خالص، خلي بالك انت بترصي السردين وميه الطماطم وميه السردين وميه الحاجات دي كلها بتنزل، هي اللي بتسوي السردينه نفسها. وانصحك ما تطلعيش السردين طري من الفرن، لازم ينشف خالص، والميه اللي تحت دي نشفت خالص منه تبقى ناشفه خالص. هبتدي طبعا ارص ايه السردين، اول صف كده وتاني صف بعملهم عكس بعض بحيث ان هما يكونوا مرصوصين كده جنب بعض قوي. السردين عايزه اقول لكم طالعه في منتهى الجمال، تحفه بجد، يستاهل بقكم بجد والله. والخلطه كمان احلى واحلى. انا عايزه اقول لكم بقى تاخد من الخلطه دي واحط على الرز، لان انا بعشق الخلطه دي اصلا. طماطم والبصل والثوم والفلفل. كده انا رصيت ايه السردين كله، وحطيت بقيه الخلطه على الوش برضو تاني. بص منظرها بجد يفتح النفس، انا جوعت تاني يا جماعه. هعصر بقى الليمون على الوش كده. انا قطعت ليمونتين عشان يبقى برضو ايه طعم الليمون مع الخلطه دي بتدي طعم حلو قوي قوي. والسمك يعني عموما معروف ايه بيحب الكمون، انا زودت كمون، انتي برضو اعملي برضو ايه زودي كمون كده. عصرت طبعا اهو، عامله ايه قال يعني بت ايه لهلوبه ماسكه الطبق بايد وبعصره بايد. طب احط على الرخامه ماسكاه في ايدي ليه؟ قولوا لي كده ماسكاه في ايدي ليه؟ مش عارفه الصراحه. المهم كده خلاص هبتدي بقى ايه احط طرنشات الليمون دي او حلقات الليمون دي على الوش، ويبقى احنا كده خلصنا الصينيه خالص. وهنبتدي نحطها فين؟ نحطها في الفرن. هتطلع بجد في منتهى الجمال وهتعجبكم قوي 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 قوي.
جربي الطريقه دي، لو عجبتك ما تنسينيش بقى ايه بلايك حلو وكومنت حلو واشتراك للقناه اللي ما اشتركش، وجربيها هتعجبك قوي قوي بجد. اهي رصيت كل حلقات الليمون كلها على الوش اهي، وهبتدي احطها في الفرن. ما حطيتش ميه، خدي بالك خالص، ده ما تحطيلوش ميه خالص. هشوفوا شكله بقى لما يطلع. وطبعا ده شكلها النهائي بعد ما خلصت صينيه السردين العظمه دي اللي قدامكم اللي تفتح النفس بجد. هقول لكم للمره التانية، لو عجبكم الفيديو بتاعي، عجبتكم القناه بتاعتي، ما تنسوش تشتركوا في القناه اللي ما اشتركش. وعايزه كومنت تحفيزي يا جماعه بالله عليكم، ما تبخلوش عليا بلايك. عايزه اقول لكم عايزه اتواصل واكمل معاكم. الحاجات دي كلها هتخليني اكمل، مش هقف، مش هوقف فيديوهات ان شاء الله من بعد النهارده. واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.